السلام عليكم مشاهدي قناه طب حدقه، كنتمنى الوصفه الاخيره تكون عجباتكم وشاركتوها مع الاحباب ديالكم. اليوم غادي نصوبوا لكم وصفه سهله ماهله، كيك بالبنان والحامض. غادي تشوفوا بلا المقادير بسيطه والتحضير ساهل ماهل. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، وباش تشجعونا نديروا المزيد ضغطوا على جيم وشاركونا آراءكم في التعليق. غنحتاجوا في هذا الكيك 2 بنانات مقطعين، حامضه مقطعه دواور، 360 غرام ديال الطحين، 470 غرام سنيده، 6 البيضات، 130 غرام زبده، 180 غرام قشده طريه، 150 غرام عسل، سكر فاني ايديال، خميره ايديال. وها هو ملخص المقادير على الشاشه. كناخذوا اناء نخويو فيه الزبده سنيده ونطربوا بالطراب الكهربائي. من بعد كنهرسوا 6 ديال البيضات ونخويوهم في الخليط ونبقاو نطربوا حتى يبيض الخليط. ودابا كنزيدوا العسل، نضيفوا القشده الطريه ونبقاو نطربوا. كنزيدوا الخميره على الطحين، كنخلطوهم ونغربلوهم في اناء. ودابا نخويو له زيست ديال الحامض على الخليط ونطربوا. نزيدوا شويه ديال عصير الحامض ونطربوا عاود. من بعد نبداو نضيفوا الطحين تدريجيا ونبقاو نطربوا حتى يتجانس الخليط. في الاخير كنحطوا الخليط يرتاح في الثلاجه لمده 15 دقيقه باش ما يلصقش لينا الكيك منين يكون كيطيب. كناخذوا شيته ديال المطبخ وندهنوا ليمون مزيان من الداخل بالزبده رطبه، ونخويو فيه شويه ديال الطحين ونبقاو نحركوا ليمون بهذه الطريقه حتى نحصلوا على هذه النتيجه. ودابا كناخذوا جيب حلواني ونخويو فيه الخليط ونعمروا الطابق الاول ونخليه يرتاح في الثلاجه لمده 10 دقائق. من بعد ما ارتاح الطبق الاول كنزيدوا طريفات ديال البنان في الوسط، ونزيدوا الطبقه الثانيه من الخليط فوق منه ونحركوا المول بهذه الطريقه، ونعاودوا نردوه يرتاح في الثلاجه مده 10 دقائق. من بعد ما ارتاح الطبق الثاني كنزيدوا من الفوق طريفات البنان وندخلوه للفران يطيب لمده 45 حتى ل 55 دقيقه على حراره 160 درجه. ودابا كناخذوا كاسرونه ونخويو فيها سنيده، العسل، 4 كاس ديال الماء ونشعلوا عليها. نبقاو نحركوا، نزيدوا شرائح الحامض ونضيفوا سكر فاني ايديال ونبقاو نحركوا، نخليوه حتى يتعسل ونطفيو عليها. وباش نعسلوا البنان ونضيفوا ليه نكهه ومذاق احسن كناخذوا شويه ديال السيرو اللي عسلنا به الحامض ونخويوه في مقله، ونزيدوا شويه ديال الزبده وندوبوها، نزيدوا الطريفات ديال البنان ونبداو نعسلو فيه. ومنين يبدا يتحمر كنقلبوه باش نحمروا الجهه الاخرى، ونزيدوا الطريفات ديال الحامض اللي وجدنا مع السيرو باش يتعسلوا حتى هما. من بعد كنحيدوا البنان، ومنين يتعسل الحامض حيدوه حتى هو. من بعد ما طاب الكيك كنحيدوه من الليمون ونسردوه بالسيرو بهذه الكيفيه. ودابا كنقترح عليكم تدردروا عليه اللوز مهرمش ومحمر وشويه ديال السكر كلاصي، وفي التقديم كناخذوا طريفات ديال البنان اللي عسلنا ونحطوهم فوق الكيك بهذا الشكل، نزيدوا طريف ديال الحامض اللي عسلنا في الوسط ونكملوا بالبنان اللي شاط. بالصحه والراحه. إلا بغيتوا أفكار أخرى ما تنساوش تزورونا في الموقع الإلكتروني طبحدقه.ma، فين نلقاو جميع الوصفات والفيديو. إلى اللقاء في الوصفة الجاية.